بسم الله على بركة الله. غادي ندخل لكم ديريكت في القصة، ولكن قبل منها واحد 2 دقائق ولا 3 راه تاع التوعية. اللي ما يعجبوش التوعية يدوزهم ويزيد، ومن الأحسن اللي ما يقدرش كيحشم من عائلته ما يسمعش دوك 2 دقائق ولا 3 اللي غادي نقولهم دروك. صافي، بسم الله على بركة الله. قل من 18 ماشي مشكل، اكثر من 18 ماشي مشكل، ما غاديش نقول حاجة عيب، ولكن كنتي كتحشم من باك ولا خوك ولا اختك ولا ما تسمعولهاش جميع. عندك ولدك صغير من بعد وطيه باش يفهم ولا بنتك. اتفقنا. يلا نسمعوا لهاد التوعيه البسيطه هادي، عاد نحكيو القصه ديالنا. ملي تكون عندك واحد الرغبه قاهره كتقهرك باش تخدم بشي حاجه، باش دير ديك الحاجه، باش تستهلك ديك الحاجه، بغات شيكولا، بغات قهوه، بغا كارو، بغا مخدرات، بغا قمر، الله يفويستر، هذا سميوه الادمان. وما كانش غير هذا الادمان اللي قلتو انايا، راه كاين انواع كثيره ديال الادمان. وهذا الادمان راه مرض كيقيس العقل ديالنا والسلوك ديالنا الطبيعي. من هاد الامراض ومن هاد الادمان هذا كاين الادمان على العاده السريه. كاين بزاف ديال المراهقين والشباب وكاين اللي حتى كبار قدي انا ما كيعرفوش شنو هي العاده السريه. العاده السريه نعم سيادنا، وسمحوا لي واستسمح اللي مع خوه ولا اختو، انا ما غاديش نقول شي حاجه عيب، انا كنشرح باللغه العربيه الفصحى، ولكن كتحشمي وكتوقري باك امك جارتك خوك نوض تقعدي ولا هما ينوضوا يتقعدوا، تفارقوا من بعد تصنتوا كل واحد بوحدو، كل واحد على حده. انا قلت لكم علمتكم باش ما تقولوش ما علمتكمش. هاد القناه راه للعائله. العاده السريه نعم اخوتي خواتاتي وليداتي هي الاستنماء، مصطلح جديد زيدوه. هذا الاستنماء شنو هو؟ الانسان عنده هرمونات، كتحسي بالجوع في الماكله، كتحسي بالجوع في العاطفه، كتحسي بالشهوه، يقول لها الشهوه. فشنو كيدير الانسان؟ ما عندوش شريك، ما مجوش، ما عندوش مرتو ولا عندها راجلها، فاش تمشي دير ولا يمشي يدير كيمشي يحفز الاعضاء التناسليه ديالو غير راسو مع راسو باش يوصل لديك النشوه، باش يوصل لديك الشهوه. ولا زدت شرحت لكم هي راني فتحت قناه نتاع استغفر الله وخزيت صافي حدنا انا. المهم عرفتوا دابا العاده السريه. العاده السريه بزاف تاع الاولاد والبنات والرجاله والنساء كيديروها باليد، يستعملوا غير يديهم، كيستعملوا وسائل اخرى، اجهزه اخرى، كل واحد كيفاش كيقدر. المهم هما يقضيو الغرض. بحال داك اللي جاع كاين اللي كياكل على البصاره، كاين اللي يجيب البطاطا مسلوقه، كاين اللي لا خاصو الدجاجه محمره باش يشبع. شهيتكم هذا البرد غير تاع البصاره والفول والعدس. المهم هذا السريه هي واحد الوسيله نتاع تفريغ الطاقه الجنسيه وتخفيف التوتر، خاصه في الناس اللي في المراهقه واللي البلوغ. نتوما قولوا لي ما بقاتش قصه هذا راه ولا درست على العلوم الطبيعيه، ولكن سمحوا لي باش يستفادوا وليداتنا وبنياتنا المراهقين. وحتى انت ولا نتايا ما عرفتوش تشرحوا لوليداتكم هذا الشيء هذا، عطيه القصه يسمع لها، اللي انت عجباتني القصه، لا قولي ليه لولدك ولا بنتك. الولد راه مع ولدي في الخامس ابتدائي، راه بدا يخرجوا له المستاش. كل طفل وكل انسان وفين البلوغ ديالو، السن ديال البلوغ ديالو. نرجعوا للقصه ديالنا. الاطفال والشباب اللي هذا بداو يبلغوا ما فاهمينش الجسم ديالهم شنو هو، مازال ما عندهمش خبره، ما عندهمش شي مرات الوالدين اللي كيشرحوا لهم، كيكونوا يحشموا بيهم وكيكون بيناتهم واحد الوقار، فاحنا كنشرحوا لهم هذا الشيء هذا. ومن يحس بديك الشهوه ديالو ما يعرفش يترجمها، ما يعرفش يهضر عليها، ما يعرفش، فيولي غير هو يحاول انه كما نقولوا يجيب البليزير ديالو. فهمتوا؟ يخفف داك التوتر اللي دايرته له ديك الشهوه ديالو، يخفو بطرق بدائيه باي حاجه عنده. وهذا الشيء هذا راه كيسبب ضرر للبنات انهم يفقدوا العذريه ديالهم، كيسبب ضرر للرجال او للولاد، كيطيح لهم الصحه ديالهم والعقل ديالهم، ويبقى ديما مخهم في هذيك الحاجه وبديك الطريقه. ومن بعد ممارسات بزاف بهذه الطريقه هذه ما يبقاش يقدر ينجح في العلاقه مع الشريك ولا الشريكه ديالو. صافي تفاهمنا. عمي البشير كان عنده واحد الولد، حتى هو في المراهقه في الليسي، كان مجتهد
قرا يجي من داك الشيء الرفيع كيجيب النقاط فنان بخيرين. كان يقول يا ربي ولدي يخرج طبيب. ولكن جات واحد الوقيته بقى تيسد على راسو في البيت بزاف، بغا تيسولو واش راك دير، يقولوا لي نقرا انا بغيت نفوت ونزيد ليه، حتى انا راني واخد كابا نتايا المثال ديالي، حتى انا الوالد بغيت ننجح في الحياه وبغيت تكون عندي داري وطوموبيلتي. فكان كيفرح به وكان كيخليه. ولكن بان له واحد الوقيته ولدو مبقاش كيريح معاهم عادي، مبقاش كيهضر معاهم، مبقاش كيقعد مع مو، مبقاش معمر معاهم الدار. والو الدري بحال قلتي مسلوب. هي هادي الادمان كيسلبك، كيبان في الطبع ديالك الا كنتي مركز مع داك خوك ولدك بنتك، كيبان في الطبع ديالهم كيوليو مسلوبين. حتى ديك الماكله وداك الشراب اللي مولفين ياكلوا ولا ديك الخروج اللي كيخرجوا داك الشيء لا، كيبقاو منطويين على نفسهم ومتالبين هذيك الحاجه اللي هما داروا الادمان ديالهم عليها. فهنايا عمي الباشر بقى يشوف ولدو محبوس في البيت كيخرجش، تيشك فيه تيراقبو، يقول له المرة ديالو خلي عليك الدري الله ينعس الشيطان راه يقرا قرايته، ياك راك باغي ينجح وراك باغي كذا وكذا وكذا، يقول لها ما فيها باس خليني نراقب الولد. بقى يراقب الولد يراقب الولد، الولد تيدخل بالساروت وتيخرج بالساروت، ملي تيدقوا عليه تياخذ بحال داك اللاعب غادي يلبسك السوتو غادي ينوض يحل عليك. ولدك في دارك وسد على راسو، اش كيدير هذا؟ الام كتقول راه يحفظ وهو ما كيحفظش. هو باه ما يبقى يحضي خايف من التدخين، خايف من الشراب، خايف من لا دغوغ. فخاصو يراقب الولد كما دار مع الولد باش يخرج وما يبغيش يخرج له. كيدير بقى يخمم غادي يشري كاميرا ويستنى الولد يخرج ويغفلو ويديرها له، وبقى يراقب من ديك الكاميرا اللي ما شافهاش الولد في البيت. غادي يلقى الولد شاد البيسي تيتفرج لداك الشيء الاباحي وتيقلد داك الشيء وعايش واحد العالم بوحدو باش يفرغ ديك الشهوه ديالته. فهمنا؟ فما عجبوش الحال من شاف ولدو يدير دوك الحركات هذوك وغير راسو ما عجبوش الحال. كيفاش انا كنربي ولد مسلم ومتقى الله وهو وباغي يقرا على راسو باش ينجح وهو كيدير لي هادشي هذا؟ غادي يهضر مع ولدو حيت راجل دابا راه الولد راه 17 عام كيكونوا في السنه الثالثه في الثانويه. غادي يهضر معاه يقول له انا راني درت لك الكاميرا وهادشي اللي راك ديرو راه ضد الدين ديالنا وضد التربيه ديالنا، وهادشي ماشي في عيل الرجال. اللي تسقد روحك تبارك الله ما تسقدش راسك نطردك من الدار وروح برا تشمكر ولا شنو دير. الولد هنا طار، علاش تدخل لي لبيتي وعلاش تحضيني وعلاش تراقبني وفر الحريه الشخصيه. سولني انا نقولك انا مرا مجوجه وبوليداتي ما عنديش حريه شخصيه. الا كنت صغيره ولا من كبرت الكذب عليك ديك الكذبه تاع الحريه الشخصيه عاحدوها من القاموس ديالكم وليداتي وبنياتي وحتى خوتي وخواتاتي. المهم واحد قال لمو شكون قال لك جوجيني، جبتي لي المحقق كونان كتقول لي منين داخل منين خارج، انا ما يتحقق معايا وما نقول انت اش كنتي ديري في الحياه تقول لي انك غير جالسه ماشي هاد الصابون ما تغيش تخدمها ولكن التليفون تاع طير فيه. هي هذه الحريه الشخصيه. انا رجعوا هنايا لعند بلال شافوا باه كيمارس العاده السريه في البيت وباه ما عجبوش الحال وهدو انه يطردو، واعدوا انه ما غادي يدير داك الشيء صافي هدا الله كفى الله. ولكن الدري بقى عاد مسلوب، ما كيجلسش مع مو باه، ما كيتحدث، ما كياكل في خاطرو، ما باقي كيسد البيت. هنا باه غادي يطلع ليه الدم وغادي يدخل عليه لديك البيت ديالو وغادي يقسم له داك البيسي على جوج. هاي البيسي اللي راه داير فيك هاد الشيء والتليفون اللي داير فيك هاد الشيء غنحيدهم عليك. وبهاد المناسبه هادي راه البارح ولا البارح انا كنقلب في سميتو على واحد المسلسل نشوفو والاعلانات خرج لي اعلان تاع القمر كيلعبوه من البيسي. وانا ديجا شفت واحد المراه قالت لك راجلي تبلا بالقمر الالكتروني. فحضروا مع رجالكم ومع وليداتكم من هذا القمر اللي كيقترحوه لي سيت والانسان كيدمنو وهو جالس في دار ما يحتاجش تيخرج برا ويجيب البليه، راه ولات البليه تجي عندنا حتى للدار. قلت لكم هذه الحلقه غير الله يجعلها خفيفه ظريفه عليكم.
اصلا المشاهدات نازلين، الله يرحم باكم، ما كديروا لايك، ما كديروا حتى حاجه. فالله يجعلها تكون في ميزان حسناتنا وننفعوا بها وليداتنا اللي راهم يكبروا باش يفهموا. نرجعوا. عمي الباشر عرف باللي ولدو باقي فداك الشيء هذاك، وإلا بين له انه غادي يبقى معاه هكا راه غادي يطردو من الدار، حيت هو وعدو قال له تكثر فيه وتزيد فيه راه غادي نطردك وخرج برا الشمكر. كي غادي يدير مع ولدو، كي غادي يدير، قال ليه قرا قرايتك احسن لك. هو فعلا بقى يقرا، ولكن ما بقاش متفوق كما كان. داك المعدل اللي جابو ما صيفطوا لا المهندسين لا الاطباء، صيفطوا للجامعه، مشى بيه للجامعه. ماشي كان بخسو حق الجامعه، ولكن الغالبيه اللي ما كيجيبوش شي معدل زين يمشيو لي برونش عاديين، خاصهم مجهود كتر، ما يكونوش متخصصين من البدايه. هذه هي الجامعه، او هكا انا كنشوفها. المهم مشى للجامعه، بقى يشوف البنات اشكالا انواعا، هازينها لا بوطيها لا طاي، وعارفين ماشي كما البنت كي كتكون في الليسي، واخا هي اليوم تبارك الله كلشي راه متفتح اكثر من القياس. ما علينا. مشى هاد البنت لهاد البنت لهاد البنت لهاد البنت، بحال ما كيدويش فيه بزاف. هو خدام نص نهار وكيقرا نص نهار الاخر يمشي للجامعه. حتى با قال له خدم، قال له خدم وغادي نزوجك، انا نعاونك باش تزوج ودير دارك، وهكذا كما نقولوا اللي هرب للزواج هرب للطاعه. خير ما ولدو شي نهار يحمل له شي وحده يجيبها له في الحرام، قال اللهم هذا مادام راه غير راسو راه داير التراتخ وراه يمرض في صحته وراه نسل ولا غير سكولي تبقى فيها على الراس باين والعينين خارجين، اللهم نزوجو ولا نوليو في عجب اخر. يدور منا بلا في ديك الجامعه شاف واحد البنت تبل بالزين وعقله ترانكيل وتحشم. مشى لهاديك اللي شويه تحشم، هذوك اللي تبارك الله قارحات كاع ما داوها فيه، كاع ما عندهم ما يديروا بهم، راه خاصهم اللي عنده الطوموبيل وعنده كلشي وعنده الدار، اش يديروا بواحد راه عاد يخدم نص نهار ويقرا نص نهار. فمشى لعندها، دار بها منا يهضر معها منا بحال تعرفوا كتبدي بحال صداقه، بحال كنقراو اونصامبل، شويه كنبغيك، شويه ما تشوفيش في هذاك، شويه لا انت ما تشوفش في هذيك، فهي هكا كطلع. المهم بدا يتعرف على البنت، يتعرف على البنت. واحد النهار قال اش بالك نخرجوا على برا، هو كان شويه في الجامعه. قالت ليه فين؟ قال واحد البريطمه تاع واحد صاحبي الا بغيتي نمشيو لها. ايوا هنا سمعت ديك الكلمه هادي نور، هي تحيح معاه، حيحت معاه، نوضت معاه قرباله، فرجت عليه الجامعه، وصلوا حتى كما نقولوا المسؤولين. قال لهم لا انا ما قصديش، ونغي بغيت نجربها وانا فعلا تعجبني. المهم فكوهم سلكوهم بيناتهم، هي صافي بحال طاح لها من عينها، وهو عجباتو البنت باغي يوصلها باش ما كان. وهو يفكر مزيان كي غادي يدير لها، كي غادي يدير لها تفكر كلام باه. قال له نزوجك. مشى عند باه قال له با شنو قاعد باغي تزوجني؟ قال له لا هادشي فيه اللعب، انا تعول تزوج نزوجك نعاونك باش تبدي، اللهم تكون مزوج في دويرتك محصن ولا دير ليا شي عجب. صافي قال له الوالد راني لقيتها، ولكن بعد قنع البنت عادو قول لبواك. مشى عند البنت، اودي راني باغي غير نعتذر منك، وراكي غير فهمتيني غلط، وراكي مني وراكي منا. المهم وراكي كتعجبيني وراكي دخلتي لخاطري ولقيتك محترمه وانت هي المراه تاع الزمان. وقال لها الكلمه السحريه اللي يموتوا عليها البنات: انا ناويك الحلال، انا ناويك الزواج، بغيت نتزوج بيك. صافي هي قالت له ولا باغيني تزوجني وداك الشيء فعلا كنت غير كتختبرني، انا نعطيك الرقم ديال الوالد وهضر معاه. قال لا مرحبا. مشى عند الوالدين ديالو، قال لهم ها مكان قالوا له بسم الله على بركه الله، مادام عجبتك البنت فهمت انت وياها وراه دخلت لك خاطرك، حنا ما نزيدوك غير العائله ديالها دعوه الخير، ناس دراوش، ماشي داك النوع اللي باغي كيما دوك البنات الطوموبيله والدار والفيلا، لا لا لا، باغيين يزوجوا بنتهم يطمئنوا عليها، يستروها تستر راسها ويطمئنوا عليها، يرتاحوا عليها، راه في دويرتها تجيب وليداتها، هذيك هي الحياه، هذاك هو النجاح عندهم. وديجا بنتهم راه تقرا تبارك الله عليها. وافقوا لهم عجباتهم العائله تاع الراجل، عجباتهم البنت، بنت لهم ظريفه زوينه، العائله متواضعين.
جات عائلتها، جاو اختها خوتها، المهم كاع حضروا صافي. باين بلال عمي البشير حيتاش عارف ولدو كيفاش داير، قال الخير والبر عاجله، نكتبوا العقد ونديروا حفله ونزوجوهم ويكري دويره ويأثثها باللي كاين، وانا غادي نعاونو، وراه يخدم باش يعيش، وراه يكمل قرايته باش يترقى ويكمل في المسار ديالو. مسكين دا مسكينه وتفنات المدينه، فعلا تزوج بالبنت، عجباتو، ارتاح معاها، ضربوا واحد العام عام ونص هكاك عايشين بخير وعلى خير. غير شنو هو كان كل مره يقول لها واش نمشيو نضربوا دوره عند اختك، واش ما توحشتيش اختك، يلا هي نشوفوا اختك. فكانت كتمشي معاه، وهي اختها تحمق بالزين، اختها قريب في السكنه، راجلها عايش في الخارج، وهي مخليها انا بلا ما ريقل لها الورق وطلعها، مابغاش يسكنها مع حباب، سكنها لراسها وكاري لها حتى هي غير تما حدا دارهم. لينا ملحومه اللي كان فيها بلال ما كانتش قريب بعيده بزاف على دار نسابو وعلى دار والدي، كانت جايه في الوسط وكانت قريبه حتى لنسيبته، فكان كل مره كيمشي مع مراته لنسيبته، التليفون ديال نسيبته عنده. مره تيهضر هو وياها، مره تيضحكوا، مره تيمشي هو ومرتو زياره عندهم، كيتلاقاو في دار نسابهم. اليوم غدا مراتو بقى يبان ليها الديفو اللي فيه، بقات مره كيتفيق في الليل كتلقى السيد يتفرج لداك الشيء، تفرج له في انترنت، تروح ما شافتش، تقول المهم راه شي خوني، عاود مره اخرى تقول لعن الشيطان، هاد الشيء راه ماشي هو هذاك، قول لا غير باش نبدلوا الحياه ديالنا، غير باش قلت له انا ما عندي ما ندير بالتبديل، انا هاد الشيء اللي راني فيه راني مرتاحه فيه وراني لاقيه راحتي فيه، علاش انا نمشي نحل العينيه ونشوف واحد الحاجه ماشي ديالتي انا بالسلمه، ونشوف انايا العورات ديال الناس الاخرين باش انا نوصل داك الشيء اللي هما دايرين، وكان جا داك الشيء ينفع لو كان ربي كاع ما نزل الاسلام. ويقول لها واخا ان شاء الله، وكتعجبش الهضره ديالها وكيولي تفرج لراسو. المهم السيد منا دبر على الرقم ديال اختها، بقى تيهضر مع اختها، كي دايره لاباس بخير، شنو طيبتي اليوم، كي داير الصحه، واش ما خصك حتى حاجه، شنو لابسه اليوم، اودي راجلك مخلي الكنز مفرط فيه، اودي مني اودي منا، حتى تحلاتلو. وهي راه كتشي محلوله غير ليه، راه كديرش لا وحدين، كتهضر معاهم في التليفون وكتستقبلهم، وهذا الشيء اللي عرفوا مع الوقت. راجلها غايب، ماشي قال لي راجلها غايب كتكون فاسده، ولكن هذه كانت فويسده بقى يجي عندها راجل اختها، حسي مسي داك الشيء، حتى بقات مراتو تشك فيه، انتبهت له انه مبقاش معاها كما العاده، بدل طبايعو داك الشيء تبدل عنده، ولا تشك فيه، ولا تراقب كي هادي دير معاه، ولا تراقب التليفون، ما لقات والو، يكون يمسح داك الشيء غادي تولي تراقبو على برا، تراقبو فين كيمشي وفين كيجي. واحد النهار راقباتو، لقاتو تسلت تدخل عند اختها، ضربتها السبه، اش كيدير عند اختي، جاي يركب لها البوطه، جاي تسخر ليها، سكتات، تجات غادي تدق عليهم وسكتت، قالت نستنى نشوف هو من يرجع اش غادي يقول لي. فعلا استناتو، من رجع جبدت معاه الهضره مني منا، ما حكى ليها والو، دخلها التناوي هنايا، مشات عند اختها الغد ليه، كان صار درك لا اختها تقول لها راجلك جا البارح، تقول لها راجلك فات لنا البارح، اختها عاوتاني ما حكات لها والو، صافي بدا هنايا ابليس ومراته ووليداتو يدخلوا لها القلب، كي غادي دير اللي تقول نمشي نعاود نحضيه، ما ربما غلط وما ربما جاتو فيها والو ونساو ما حكاوليش. ملي تبقى تراقب فيه تلقاه عاوتاني مشى لعند اختها يتسلت، دخل عند اختها قدا وقيته تما، من جا للدار ضربها بالدوشه، ما حكى والو، اختها نفس الشيء. صافي هنا ماشي غير الشيطان ومرتو وولادو، هنا كاع القبيله ديالو سكنت، عندها في المخ وفي القلب،
كي غادي دير تشد في اختها حتى هي مني منا دير راسها نسات شي حاجه في دارها، تمشي تجيبها بالزربه وتجي تدي معها سوارت اختها وتمشي تجيب ديك الحاجه من دارها وتفوت تطرق لي صايب المفاتح يخدم لها مفتاح، تخرج مفتاح على دار اختها وترجع لعند اختها تجيب معها ديك الصني اللي قالت راني نسيتو وتجي تحل بساروت اختها وتدخل اختها تبقاش طالعه نازله تحل عليها. ايوا هنايا نورا ممكن كيعيطوا لها نورا باش ما يقولوش نورا زعما يدلعوها. ايوا نورا هنا حلات بالساروت نتاع اللي مخرجاه حسي مسي طلعت مع دوك الدروج دخلت لداك الصالون ما كاين والو مشات لبيت الناس وهنا غادي تصدم صدمة حياتها. شوف اللي غادي تشوفهم هكا كما نقولوا قادين غراض وما لابسين شعريانين مع بعضياتهم غتحميها بغوتها تغوت تقول له باش بدلتني الفالية تاعك اش نقصت عليك هنا انا اش نقصت عليك جي لهنا عند هادي جي يا اختي انتي ماشي اختي انتي مستحيل تكوني اختي الاخت دير اختها هكا قلت الرجال وتغوت وهو طار عليها هكاك بقى يسكت فيها يقول سكتي تفضحينا المصيبه سكتي ولا داكشي اللي بغيت نفضحكم وتغوت. هي ديك الغوته اللي كتغوت هو دار لها يدو على فمها شدها من راسو وبقى يسطع لها راسها مع حد واختها تقول له صافي راك دير فيها شي حاجه المصيبه صافي طلق من اختي دروك عاد ولات اختك قبل فيك كنتي. المهم هو هكا كيضرب فيها يضرب لها راسها مع الحيط حتى فواحد اللقطه تبان له سخفات رخفها اللي رخفها طاحت اختها ولات تغوت اش درتي هاد المصيبه هما الجيران كانوا صافي سمعوه اجتمعوا عند الباب تاع الدار الناس وهي اختها من جات طالعه ما سداتش الباب باش ما تقرقبش خلاتها مردوده. الناس برا راهم عند الباب واش نطلعوا واش ما نطلعوش والحيحه راها الفوق واش غادي نقول لكم على كتب على شي مسلم فضيحه ومصيبه والكارثه. طلعوا الناس مالكم البنت سخفانه اختها تقول لهم عيطوا لومبيلونس ايوا من جات لومبيلونس قالت لهم البنت ميته مستودع الاموات. طب الشرعي ولا غادي يقول كيفاش ماتت خا اسماعيل قال لهم حكا انا غير جيت نسكتها وغير دفعتها وغير بالغلط واخا اختها في الاولى كذبات بقاو في التحقيق طلع يا ما تنزل السيده اختها قالت لهم ما كان انما هو قال لهم لا ماشي انا اللي درتها ماشي انا اللي خنقتها اختها كدور بيا واختها اللي كتحط العين عليا واختها اللي بغات تصفيها. ايوا شتي باش بدلتي راجلك ها راجل اختك حرام عليك الباطل قاد تقول لهم لا ماشي بصح تجيب الدليل تجيب الحجه شنو هو هي ما كذبتش هي من الاولى قالتها ما كان ما فين جات تكذب ما لقاتش كيدير لها. طب الشرعي هو اللي جا معاها حيتاش قال ضربه قويه وما كتقدرش ديرها مرا وقال اثار الخنق ما تقدرش المراه تخنقها وهي واقفه بداك الجهد هذاك فانا غادي يتقدموا المحاكمه بزوجهم خاينين وقتلوا السيده وهو غادي ياخذ مؤبد 30 عام حتى واحد ما يحيدها له وهي غادي تاخذ 3 سنين حيتاش فاسده حيتاش خانت رجلها حيتاش دارت علاقه مع رجل اختها قليله عليها صراحه ولكن القضاء عارف علاش كيعطي هاد الاحكام وشنو كيراعي فيهم بالضبط وشنو هما الحوايج اللي كيقويو الحكم كتر. قصتنا غادي تكون سالات نتمنى نكون ضيفه خفيفه ظريفه على قلوبكم ما نكونش تقلت عليكم بالشرح وعرفت نشرح لكم داك الشيء ديال العلوم الطبيعيه وانني نكون عاونتكم باش تفهموا وليداتكم وبنياتكم اللي في مرحله البلوغ وحتى في الطفوله تكونوا عارفين اش غادي يستناهم في الجسم ديالهم. نتلاقاو في قصه جديده او لا قضيه جديده او لا داكشي اللي كنرتاح فيه غادي نحكي لكم اللي كما نقولوا اثيراني انا ولقى حسيت انه فيه شويه ديال سسبانس ماشي باش نعاود غير باش نعاود ولو كان المشاهدات عاليات لو كان كل نهار قصه معكم وكل نهار قضيه وكل نهار نوع لكم. نتلاقاو فيديو جديد نشوفكم بخير وعلى خير. البرد حداو راسكم لا غريب والفيروسات راهم غادي يزيدوا يتطوروا
ردوا البال لصحتكم ولوليداتكم ولوالديكم، الوليدات والوالدين المناعة ديالهم كتضعف، فردوا لهم البال. ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد الشتاء اللي نزلت تكون تاع الخير وعلى قد النفع يا ربي، والله يلطف بدوك الناس اللي كما نقولوا كيعانيو من الفقر، كيعانيو من الهشاشة، وما كتساعدهمش الظروف المناخية. وما ننساش واخا عزيت في بوست ما ننساش نعزي الناس ديال اسفي، حيتاش الموت راه ماشي غير ديك السويعه تاع الموت، لا راه مع الوقت من يخوى عليك الحاله توسع عليك الدار ويبقى بلاصتك الانسان خاويه ما تحس بها اكثر، توحش صاحبتك اللي ماتت لك، توحش اختك اللي ماتت لك، توحش الراجل اللي مات لك، توحش الوليدات. فالله يصبركم، الله يرحمهم، الله يوسع عليهم ضيقه القبور.